هم سألت نفسك؟ لو ماينكرافت البيدروك نسخة الجوال، ماينكرافت الجافا نسخة البي سي التحدن، شنو التغيرات اللي راح تصير على اللعبة؟ طبعا أول شيء هذا الدمج مستحيل يصير بين النسختين. أول شيء لأن النسختين الاثنين بلغات برمجية مختلفة، هاي بيدروك وهاي جافا، فإنه مستحيل يدمجن. بس خلينا نفرض هذا الاندماج صار واندمجن النسختين، شنو راح يتغير؟ أول شيء محرك التطوير، طبعا راح يختارون محرك تطوير البيدروك. ليش؟ لأن أسهل، يعني التطوير راح يكون به أسهل من الجافة وأحسن وأسهل. ثانيا اللعب الجماعي، جميع المنصات ومن جميع الأجهزة راح يقدروا يلعبون سوا، يعني نسخة واحدة، فراح يقدروا يدخلون سوا يلعبون سواء بي سي أو جوال أو اكس بوكس أو المنصات الثانية. وأيضا بسبب هذا الاندماج راح نخسر هواي مودات، لأن أكثر مودات الجافة مستحيل تشتغل على الجوال، ولكن بالمقابل راح نحصل تحديثات أكثر وأسرع. يعني نسخة واحدة فالشركة راح تركز عليها وتحاول تطورها أكثر وأكثر. السيرفرات شنو مصيرها لو اندمجت النسختين؟ سيرفرات الجافا غالبا راح يستبدل بسبب لأن سيرفر مثل هاي بيكسل هو مبرمج على لغة الجافا، فلو اندمجت النسختين راح تتغير لغة البرمجة، وغالبا ها راح يأثر على السيرفر تأثير كبير جدا. وأيضا لا ننسى هذا الاندماج راح يأثر على المودات، يعني مودات الجافا بالجافا فيها حرية أكثر، يعني ما بكو قيود، تقدر تسوي أي مود يعجبك، عكس البيدروك فراح يأثر على هواي مودات، وهواي مودات راح تخرب. خسر مايكروسوفت، طبعا لو دمج النسختين فمايكروسوفت راح تخسر. ليش؟ لأن هي قبل كانت تربح من النسختين اثنينهن، يعني تربح من البيدروك واحد ومن الجافا واحد، فلو دمج النسختين فراح تصير تربح من نسخة واحدة فقط، وراح تقل مبيعاتها وأرباحها. الصراحة أحسن شيء ما يستهنون. يا شباب، وبس هنا وصلنا نهاية الحلقة. وانت كلاعب ماينكرافت شنو رأيك لو ندمج النسختين مع الاندماج أو ضد الاندماج؟ اعطينا رأيك بالتعليقات. وكان معكم يوزر وسلام. وطبعا لا تنسون اللايك والاشتراك، وايضا اكو جوا قناة بالوصف لا تنسون الاشتراك بيها. وبس شباب، سلام.